تعالي تجربي معايا الوصفه الحلوه دي، هتعجبك جدا. بلف عليها سوبر ماركت الصراحه مش بلاقيها بسهوله، فقلت لا انا متعوده اعمل كل حاجه في البيت، فهي دي كمان انا هعملها في البيت. يلا بينا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هتستخدمي فيها اي نوع مانجا موجود عندك، اي نوع انت بتفضليه، يعني مفيش نوع محدد من المانجا. ومعلومه كمان مهمه، النوع اللي انت هتستخدميه هو طعم المربى اللي احنا هنعملها مع بعض هيبقى بنفس الطعم ده. يعني انا النهارده استخدمت معاكم مانجا نعومي، اخدتها قشرتها وقطعتها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبوزنها، مهم جدا ان انا اوزنها. وزنتها طلعت معايا كيلو. الكيلو هياخد معايا 400 جرام من السكر. ليه 400 جرام؟ علشان كانت مسكره معايا قوي. الطبيعي ان اي كيلو فاكهه بياخد عليه نص كيلو سكر، انا حطيت 400 جرام، يعني اقل من نص كيلو بشويه، علشان كانت مسكره معايا قوي. بديها تقليبه، بغطيها بسيبها ساعتين كده في المطبخ او في التلاجة تاخد وتدي مع بعضها، وبتبدا تنزل السوائل اللي فيها، بتكون عندي بالشكل ده. بديها تقليبه كمان وبرفع بقى على النار، على نار متوسطه الاول لغايه لما تغلي معايا. هبدا اهدي عليها النار، وزي ما بقولك ما ترفعيش المعلقه منها مع التقليب المستمر. اول ما بتغلي معاكي بتبدا تعمل بقى على الوش كده رغاوي جنب طبق ومعلقه. اي رغاوي بتطلع على الوش بالشكل ده بشيلها على طول. بتاخد معايا على النار تقريبا 20 دقيقة. أول بقى ما بتغلي معايا وبتبدأ عدي أول 10 دقايق بضيف عليها، بعد 10 دقايق بضيف عليها معلقة كبيرة من عصير الليمون، والبديل ليها ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. بعد كده بديها تقليبه تاني وبفضل اقلب فيها لغايه ما توصل معايا بالشكل ده. بقى عايزه بقى اشوفها استوت معايا ولا لا، بعمل لها اختبار، بجيب طبق جنبي كده وباخد شويه صغيرين وبنزل بنقطه كده منها. لو النقطه فرشت معايا يبقى هي كده لسه ما استوتش وعايزه كمان 5 دقايق. لو النقطه ثابته زي ما انتم شايفين يبقى كده استوت معايا وزي الفل. طبعا اي برطمان لازم يبقى متعقم حلو قوي قبل ما تحطيها فيه، تحتفظي بيها في التلاجة تجنن. شايفين قوام المانجا؟ عايزاها بيوريه خالص تقدري تعمليها بالهاند بلندر وتبقى ناعمه معاكي جدا. عايزاها قطع سيبيها بالشكل ده، جربيها هتعجبك جدا.